حالتها الماديه ضنك، فهي مش متحمله انها تفضل 3 4 5 6 شهور لحد ما يتحكم لها بالنفقه، او العيال يتحكم لهم بالنفقه. طب في حل هنا، في حل للموضوع ان انا بسرعه يجي لي نفقه اصرف منها على عيالي او عليا لحد ما يجي لي بعد 5 6 شهور الحكم بالنفقه، ويا عالم هيتنفذ بعد ايه؟ حلك هنا في حاجه اسمها النفقه المؤقته. النفقه المؤقته اللي بترفعها الزوجه ايه ظروفها واختلافها عن النفقه الزوجيه، عن نفقه الصغار؟ يعني ويعني ايه نفقه مؤقته؟ وازاي بتتنفذ النفقه المؤقته دي؟ يعني ايه الدعوه دي وازاي بتتنفذ وايه اجراءاتها يعني ايه نفقه مؤقته؟ ده اللي هنتكلم فيه مع بعض النهارده، وده اللي هنشرحه مع بعض النهارده. النفقه المؤقته، الزوجه بترفع قضايا نفقه، نفقه زوجيه، نفقه صغار، نفقه. القضايا اللي بترفعها دي قضايا موضوعيه بتاخد وقت في المحكمه لحد ما يتحكم فيها. فايه موقف يعني ايه النفقه المؤقته هنا بقى؟ النفقه المؤقته دي دعوه بتطلبها الزوجه او الام في قضايا الصغار، او الزوجه في قضايا النفقات ليها هي، بان بتطلب من القاضي فرض نفقه مؤقته لحين الفصل في دعوى الموضوع اللي هي القضيه الرسميه بتاعتنا. يبقى عندها نفقه زوجيه بتطلب فيها بفرض نفقه مؤقته لحين الفصل في القضيه اللي هي مرفوعه امام المحكمه. وكذلك لو قضيه للصغار بترفع قضيه نفقه للصغار. طب القضيه دي لها شرط، يعني مطلوب من الزوجه او الام في القضيه دي شرط معين عشان يتحكم بيها. الشرط ده عباره عن ايه؟ ان لازم يطلب، لازم في صحيفه الدعوه اللي هي رفعاها كنفقه زوجيه او نفقه صغار يطلب فيها الحكم بفرض نفقه مؤقته لحين الفصل في دعوى الموضوع اللي مرفوعه. طب لو لم تطلب مش هيتحكم بيها، القاضي مش هيحكم بحاجه مش مطلوبه منه قدام الورق. يعني انا قدام الورقه مطلوب مني فرض نفقه زوجيه على الزوج، طب فيه فرض نفقه مؤقته لحين الفصل في دعوى الموضوع، لا مفيش، هحكم بها ازاي؟ يبقى لازم من شروطها او اهم شرط فيها انها تطلب في صحيفه الدعوه امام رفع الدعوه الاصليه. طب وازاي الزوجه هنا او الام هتنفذ الحته بتاعت النفقه المؤقته مع ان الحكم لسه ما طلعش؟ هي بتاخد صوره من محضر الجلسه عليها صيغه تنفيذيه وبتعلن بيها الزوج، يعلن بيها، وبعد كده بيتم التنفيذ. يبقى انا لابد لفرض النفقه المؤقته ان تطلب في صحيفه الدعوه، طلبت وحكم بها القاضي، باخد صوره من محضر الجلسه واعلن بيها، وبعد كده بيتم تنفيذها عن احد طرق التنفيذ، عن طريق المحضرين، عن دي اللي كان بايجاز الكلام عن النفقه المؤقته وازاي بتنفذ. طب لحد امتى بتفضل شغاله النفقه المؤقته؟ تفضل شغاله لحد حين الفصل في دعوى الموضوع. انا رافع دعوى نفقه زوجيه للزوجه دي، برفع لها نفقه مؤقته، باخد الحكم بتاع النفقه المؤقته، بفضل اشتغل عليه، اخد الحكم بتاعه، اخد المبلغ اللي اتحكم بيه لحد ما يجي لي الحكم في الدعوه، انتهاء الدعوه قدام المحكمه، باخد الصيغه التنفيذيه للحكم، وخلاص من هنا بيبدا تقف النفقه المؤقته لحين خلاص انفصل في الدعوه. وكذلك لو نفقه صغار، اي دعوه بينفرض فيها نفقه مؤقته تفضل تاخدها لحد الدعوه الاساسيه ما يحكم فيه.